أهلا بيكم. النهاردة معانا مصادر شيقة جدا بتتكلم عن ليه العالم كله مهووس بمصر القديمة، بالحضارة المصرية. أهلا بيك. السؤال اللي دايما بيتكرر ليه الفراعنة بالذات؟ إيه سر الجاذبية دي كلها؟ سؤال مهم فعلا. هنحاول نستكشف الأسباب دي سوا بناء على اللي قريناه ويعني كبداية كده، في معلومة مذهلة بتقولها المصادر، اللي هي إن حوالي تلت آثار العالم موجودة في مصر. تلت الآثار، وكتير منها أصلاً لسه ما اكتشفناهوش. بالظبط. فكرة إن في كنوز تاريخية بالحجم ده لسه مستخبية دي لوحدها يعني تخلي الواحد منبهر وفضولي. أكيد. والغموض ده هو يمكن أول سبب المصادر بتتكلم عنه. تماما. يعني الأوروبيين في القرن ال19 زي ما بتقول القراءات وقفوا مذهولين، ما كانوش متخيلين العظمة دي. مذهولين خالص. واللي بيزود الغموض ده الأسئلة اللي لسه مفتوحة. زي إيه مثلا؟ بناء الأهرامات طبعاً، خصوصاً هرم خوفو. الدقة الهندسية دي اللي صعبة حتى النهاردة. مكتشفين. قصة مشهورة جداً. وما ننساش كمان عالمهم الروحي المعقد ده، إيمانهم بالحياة التانية، محكمة الموتى، كتاب الموتى نفسه، كل ده بيعمل هالة أسطورية كده. بس الموضوع مش بس غموض وأساطير، صح؟ في إنجازات حقيقية كانت سابقة عصرها بكتير. المصادر وصفتها كأنها خيال علمي. بالظبط. لما تفكري في نقل ورفع حجارة وزنها أطنان عشان يبنوا الأهرامات ومن غير تكنولوجيا حديثة، ده لوحده إبهار. شيء لا يصدق. لكن الموضوع أوسع من كده. المصادر بتوضح قد إيه فهموا الزراعة وفيضان النيل وعملوا تقويم سنوي دقيق جداً. امم وفي الطب كمان في أدلة على عمليات جراحية دقيقة زي جراحات الجمجمة، ده غير طبعاً براعتهم في التحنيط. التحنيط ده قصة لوحده. أكيد. وعرفوا فلك وقاسوا النجوم وحسبوا الكسوف وطوروا كتابة كاملة الهيروغليفية برموز معقدة جداً. وكل ده بيحصل في وقت أوروبا كانت فيه اللي بيسموه عصور الظلام. فرق حضاري رهيب. فريق شاسع. وده يودينا لنقطة تانية قالتها المصادر: تفاصيل الحياة اليومية. مثلا الكحل ده هو فعلا ما كانش زينة بس. لا صحيح. المصادر بتقول إنه كان استخدام عملي مهم، حماية للعين من الشمس الجامدة والغبار، ويمكن كمان مضاد للبكتيريا. سبحان الله. جمال ووظيفة وعلم في نفس الوقت. بالظبط. وحتى الكعب العالي في قراءات بتقول إنه بدايته كانت في مصر القديمة كعلامة للطبقة الغنية عشان يفرقوهم عن عامة الشعب. معلومة غريبة دي. طيب، غير الإنجازات، في الشخصيات نفسها أسماء بقت أساطير: نفرتيتي، حتشبسوت، رمسيس الثاني. أسماء أيقونية فعلا. والمصادر ركزت على اتنين بالذات: كليوباترا وتوت عنخ آمون. وكل واحد فيهم حكاية. كليوباترا مثلا المصادر بتوضح إن أصولها يونانية من البطالمة، يعني مش مصرية الأصل. دي معلومة ممكن تفاجئ ناس كتير. ممكن. بس الأهم إنها تبنت الثقافة المصرية بالكامل، اتكلمت اللغة وقدمت نفسها كملكة مصرية، وكانت آخر حكام مصر قبل ما تبقى ولاية رومانية. قصة درامية جدا. وتوت عنخ آمون، المصادر بتقول إنه ما كانش من أعظم الملوك، لا عسكريا ولا سياسيا. مظبوط. حكم فترة قصيرة وهو صغير، بس اكتشاف مقبرته كاملة سليمة سنة 1922 ده كان حدث القرن فعلا. فتح كبسولة زمنية. بالظبط. ورانا كنوز وفهم للحياة الملكية وطقوس الدفن ما كانش عندنا قبل كده، وده اللي خلاه أشهر فرعون في العصر الحديث. إذن كل العوامل دي، الغموض، الإنجازات الخارقة، الشخصيات الآسرة، كل ده بيصب في التأثير الثقافي والفني اللي لسه عايش لحد دلوقتي. أكيد. بنشوف الفراعنة في كل حتة تقريبا. أفلام زي ضمامي، تصميمات، موسيقى. والمصادر بتفسر ده بقوة الرموز البصرية بتاعتهم. زي إيه؟ التاج المزدوج، الكبرى المقدسة، عين حورس، اللحية المستعارة دي، الألوان، رسمة العين المميزة جدا، كل دي رموز يعني ارتبطت في وعي العالم كله بمفاهيم زي الخلود، القوة الغامضة، السلطة الأبدية، لغة بصرية قوية جدا. فعلا، لغة بتتجاوز الزمن والثقافات. تماما. يبقى كده الافتتان بالحضارة المصرية القديمة ده عبارة عن خليط معقد: غموض لسه موجود، إنجازات بتفوق الخيال، شخصيات درامية، ورموز بصرية قوية بتتجدد في ثقافتنا دايما. بالظبط.
وده بيخلينا نفكر في السؤال الأخير بقى، بناء على فكرة إن لسه في كتير مدفون. مم. يعني لو كل العظمة دي ظهرت خلاص، يا ترى في إيه تاني مستنينا تحت رمال مصر؟ إيه الأسرار والاكتشافات اللي ممكن تظهر في المستقبل؟ سؤال مهم جدا. وإزاي الاكتشافات دي ممكن مش بس تغير فهمنا لتاريخ مصر، لكن يمكن تعيد كتابة أجزاء من التاريخ البشري كله؟ ده اللي يخلي الموضوع مثير دايماً.